السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في وصفة جديدة من مطبخ منا النادي. النهاردة هعمل لكم البطاطس اللي بالصدق مع الرز المحمر. وصفة بسيطة وسهلة وكلنا بنحبها، وانا كنت عاملها لكم قبل كده بس كانت الطريقة مختلفة شوية. كنت مشوحة البصل والثوم والصدق على النار. النهاردة لا، مش هعملها كده. النهاردة الوصفة بتاعتي هجيب البرام عادي، مش حطها على النار ولا اي حاجة، وهقوم ضايفة البصل دول عبارة عن 3 بصلات متقطعين شرايح، وهحط معاهم معلقة الزبدة و4 فصوص من الثوم متقطعين، ومعاهم فلفلاية او 2. ده فلفل حامي انا بحب اضيفه، بيدي طعم حلو جدا للبطاطس. حتى لو هعمل صينيه بطاطس عاديه خالص في الفرن بحب اضيف معاها الفلفل، بيدي طعم وريحه حلوه جدا للبطاطس. والبطاطس بحطها متقطعه مكعبات كده، يعني دايما بحب البطاطس اللي بالصدق تكون متقطعه مكعبات اكتر من ان هي تكون متقطعه شرايح. وضفت الصدق ده نص كيلو، والبطاطس بتبقى حوالي كيلو مثلا بتحطوها، وكوبايتين من عصير الطماطم. طبعا هنحتاج شويه ان احنا نزودهم بشويه ميه عشان خاطر لازم الصلصه تبقى مغطيه البرام ومغطيه الكميه بتاعتنا. حطيت التوابل عباره عن ملح وفلفل وشويه بهارات مشكله اللي هي البهارات السبعه. اي بهارات عندكم بتحبوا تحطوها على البطاطس اللي بالصدق حطوها. بس كده، والوصفه بتاعتنا خلاص خلصت، وحطينا كل المكونات مع بعض. بعد كده هنحطها على النار عادي خالص من فوق. وممكن عشان الصاج بتاعنا يستحمل الحراره بتحطوا الصاجه اللي هي بتتحط تحت الحله بتاعه الرز كده زي ما انا حطاها، وتسيبوها كده لحد ما تدخل في بدايه السوا، بعدين تحطوها في الفرن. مفيش نص ساعه هتلاقوا البطاطس بقت جاهزه. بصوا بقت طريه وحلوه جدا معاكم ازاي، والتسبيكه بتاعتها واللون تحفه ما شاء الله، وما بتاخدش وقت نهائي. انتوا حطيتوا كل المكونات على بعض وخلاص وحطيتوها على النار، او عايزين تحطوها في الفرن على طول من غير ما تحطوها على النار اوكي، بس انا بالنسبه لي ده بيسرع السوا شويه وبيخلي تسبيكه الطماطم افضل يعني. طبعا كده لما بقت جاهزه هوريلكم برضو الطريقه بتاعه الرز المحمر. طريقته سهله جدا وبسيطه، وريحته بتبقى حلوه قوي، احلى من الرز اللي بالشعريه كمان، وبيطلع بصوا مفرفر وجميل ومش لازق ولا اي حاجه خالص. وده احلى حاجه بتتعمل مع البطاطس بالصدق. هوريكم الطريقه بتاعته. بنغسله طبعا عادي خالص، وبنجيب شويه من الرز، حوالي 4 أو 5 معالق كده، وبنشوحهم في معلقتين من الزبده او السمنه. ولو حطيتوا سمنه حطوا معاها شويه زيت، هيديله لمعه حلوه جدا ويخلي الرز يبقى مفرفر كده ومش لازق. بعد ما حمرته بضيف بقى بقيه كميه الرز واقلبهم كده كلهم مع بعض عشان يبقى الرز حبه وحبه. طبعا هو الرز افتح من كده، بس هو مع التصوير باين ان هو غامق شويه، بس هو الدرجه بتاعته هو ذهبي وتحميرته حلوه جدا مظبوطه. بقلبه كويس قوي، وبعدين بضيف كميه الميه على قد كميه الرز. لو انا حاطه 4 كوبايات من الرز يبقى 4 كوبايات من الميه، واسيبه نص ساعه على نار هاديه. بعد ما يبدا يغلي اوطي النار واسيبه يستوي لمده نص ساعه بس كده، وبنقدمه بيبقى جاهز زي ما انتم شايفين. شكله ولونه تحفه جدا، ووصفه بسيطه. لو عجبتكم ما تنسوش تشيروها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. كنت معاكم من المطبخ منا النادي، شكرا لكم.